لو عايز تعمل قشطوطة زي قشطوطة بلبن بالظبط ومن غير فرن وطعمها جامد جدا، كل اللي عليك انك تتابعني وتعمل لايك وكومنت على الفيديو ده، وهتكمل الفيديو ده للاخر عشان خاطر تعمل اجمد قشطوطة من غير فرن من عند اي سوبر ماركت. وهتجيب لك واحدة كمارة زي دي ب5 جنيه ومنتج مصري 100% وبره المقاطعة، وهتقطعه بالطريقة دي وفي اي طبق هتحطه، وهتسقيه بشوية لبن وفانيليا. والفانيليا اختياري، انا اخدت نص كوباية لبن بالتمام والكمال، معلقتين كبار كريم شانتيه ب 10 جنيه وزيهم معلقتين كبار من السكر البودر، عليهم شوية تلج بلبن. وتجيب اي منجايه عندك تكون مخزنها من السنه اللي فاتت وتاخد ربعها، وبالمضرب الكهربائي هتنزل فيهم ضرب من 5 ل10 دقايق لحد ما يوصل معاك للقوام التقيل الجامد اللي انت شايفه ده. وهنسوي الطبقه التانيه دي كويس اللي هي طبقه الكريمه، وهنجيب بقى ربع منجايه من اللي احنا كنا مخزنينها من السنه اللي فاتت وهننزل بيها على الوش كده، بس اهم حاجه تكون متقطعه عشان خاطر المانجا تكون طايله كل حته في القشطوطه. وبس كده تكون عملت اجمد قشطوطه بالمانجا بربع تكلفه بلبن تقريبا. وبس لحد هنا عايزك تعمل لي لايك وكومنت برايك، وما تنساش